انت زي كده بقى لما بتعملي وصفة تعجبك النتيجة بتاعتها من كل حاجة كده تلاقيها ما شاء الله، كل اللي بتحلمي بيه موجود فيها، وتقرب تخلص منك كده، بتزعلي زي ما انا بزعل؟ لا بس في فرق. انا بزعل ليه؟ لانها بتخلص قبل ما اعمل غيرها، مش لانها بتخلص خلاص. طبيعي ان احنا نعمل الوصفة وتخلص مننا، مش بنستهلكها يا جماعة، لازم تخلص. اللي مش طبيعي بقى ان انت ما تكونيش فكرتي وحضرتي نفسك كده وجهزتي كل امورك وابتديتي تعملي نفس الوصفة تاني طالما نتيجتها عجبتك. كل اللي بتحلمي بيه في وصفة صابون الكحول. وصابون الكحول مميزاته كتير، يعتبر أكتر وصفة من وصفات الصابون البلدي بعد الصابون السحري، تعتبر وصفات مميزة. ليه بقى؟ لأنه رغوة موجودة فيه، ريحة حلوة موجودة فيه، نظافة ولا أروع، قوام والزوجة زي الفل. وفرصة بقى واحنا في ايام الصيف دي نعمل كل الوصفات دي يا جماعة على قد ما نقدر، لان كل ما الشتاء يجي بنتحرم من القوام السلس ده. واي صابون بنعمله سواء من الصابون البلدي او صابون الكحول او اي صابون جل بيكتل معانا طول فترة الشتاء. فنلحق بقى نشبع من الوصفات الحلوة السلسة اللي قوامها ممتاز دي. ده صابون الكحول اللي انا عملته، وتقريبا نص الكمية خلصت، فاضل النص التاني. عشان كده انا بزعل. بس بزعل ليه؟ علشان لسه ما عملتش كمية جديدة. ان شاء الله هجيب كحول واعمل نفس الكميه، ممكن اضاعف الكميه كمان، ولو عاوزين اصورها معاكم اكتبوا لي في التعليقات. اكتر حاجه واميز حاجه وانسب حاجه هتضاعفي بيها الكميه وترجعيها زي الاول واكتر هي العجينه السحريه. العجينه السحريه اللي احنا عملناها من الصابون السحري، كنت عامله كيلو عجينه معاكم، ولو عاوزين الرابط اكتبه لكم تحت في صندوق الوصف، اكتب لكم رابط صابون الكحول ورابط العجينه السحريه. كنا عاملينه من 3 قطع من الصابون البلدي، مصنعينهم من كوبايه زيت واحده بس. عامل معانا حوالي كيلو عجينة او ازيد شوية. طبعا القوام تقيل زي ما انتم شايفين كده، هنفكه بكوباية مية سخنة. كوباية المية السخنة دي هتحل القوام، بس انت عايزاكي ايه؟ تقلبي، لان هو قوام تقيل والتقليب هيكون صعب شوية. فهتجمدي عليه زي ما انا هجمد دلوقتي كده لحد ما يبقى القوام كله موحد. تيجي بقى تضيفي صابون الكحول يمتزج مع بعضه وينسجم كده مع بعضه ويتجانس بسهولة. الميكس ده بقى هيبقى ميكس العمالقة، يعني زي ما تقولي كده لقاء السحاب، الصابون السحري مع صابون الكحول. افضل واميز وصفتين صابون هتعمليهم لو انت بتصنعي معانا. شايفين التصديفة الطبيعية دي من غير ما نضيف اي مصدف خالص؟ يعني صابوننا مدلع نفسه بنفسه، مش محتاج ان احنا نشتري خامات عشان ندلع الصابون. هخلط الاتنين على بعض وهتلاقي بقى هنا ايه. بصي يعني الريحة بتاعت صابون الكحول حلوة قوي، ريحة الصابون السحري احلى بكتير. رغوة صابون الكحول ممتاز، رغوة الصابون السحري ما شاء الله مميزة برضو. عندك قوام سلس، عندك هنا قوام سلس، عندك هنا شفافية، عندك هنا شفافية أعلى، يعني انت عاملة ميكس ولا أروع. مش هتبطلي تعمليه على فكرة. انا زودت العجينة على الصابون لحد ما العبوة اتملت على الاخر وفضل معايا الكمية دي، فانا هعمل منهم ميكس مركز قوي. هاخد جزء من اللي انا ضفت عليه العجينة على كمية العجينة اللي باقية. وانا هنا بوريك القوام بعرضهولك ما شاء الله، ده اللي احنا زودناه، فما بالك بقى بالعجينة اللي لسه في العبوة دي. هاخد عليهم جزء من الميكس اللي انا عملته وهقلبهم مع بعض وهسيبهم مركزين زي ما هم كده، هحطهم في عبوة لوحدهم بالتركيز ده. انا وريتك شكله في اول الفيديو. العبوة دي بقى ممكن تقعد معاكي على الحوض تغسلي منها مواعين مش اقل من نص شهر، لانك انت هتتعاملي معاها بالنقطة. وانا هوريكي دلوقتي في مقطع في الفيديو الرغوة دي مميزة قد ايه وكثيفة قد ايه. وانت بتعبي كده الصابون في العبوه، بصي ما شاء الله مش راضي ينزل من كتر القوام، ما هو مركز وكثيف وكمان سلس جدا. عرفتوا بقى ميزه ان انتوا تعملوا عجينه مركزه من الصابون البلدي؟ هتنفعك في اوقات زي دي. شويه ماء سخنين تحلي بها القوام وتعملي بها اللي انت عايزاه، سواء صابون اطباق او صابون ملابس او اي حاجه، او ديتول جل زي اللي عملناه، او كلوروكس جل، او حتى الصودا جل اللي انت قلتوا عليها. هتبقى معاك العجينه دي جاهزه ان انت تعملي منها اي منظف او منتج انت محتاجاه. شفتوا شكله في العبوه عامل ازاي؟ شايفين شفافيته ما شاء الله. انا لسه كمان فاضل معايا جزء من الميكس اللي انا عملته ده، انا هضيفه تاني على الكميه اللي معايا. يعني انا معايا 4 لتر واكتر كمان، غير النص لتر اللي في العبوه. ما شاء الله حاجه كده ولا اروع، وتصديفه طبيعيه رباني من غير اضافه اي مصدف، وضعفنا الكميه. في حاجه بقى عايزه اقول لك عليها بخصوص الرغوه اللي انت هتشوفيها دلوقتي. احنا هنعمل دلوقتي اختبار الرغوه. العبوه اللي كان فيها العجينه فاضل فيها بواقي كده، هنحط عليها شويه ميه وادي الاسبونشه ناشفه وهنجرب الرغوه.
بمناسبة بقى تجربة الرغوة دي، عايزة اقول لكم على حاجة قالت لنا عليها اختكم وصية رسول الله، طبعا فاكرينها، صاحبة فكرة البرسيل اللي بدون ريحة زيت. قالت ان هي لما بتغسل المواعين بالصابون ويكون في المواعين دي اي حاجة فيها دهون وتدعكها بالاسبونشة، تيجي تغسل بعد كده تلاقي الرغوة قلت، علشان الاسبونشة اتشبعت بالدهون اللي كانت في المواعين. فلازم ساعتها يا اما تغسلي الاسبونشة كويس قوي، يا اما تغيريها خالص. ده غير برضو انها بتأكد ان اي دهنة تلاقيها في الحوض او في ايديكي بعد ما تغسلي المواعين بيكون هو ده السبب تقريبا.